الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وعليكم السلام. والشاهد من الحديث هو التالي: قال عليه السلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هذا نص صريح بأن الظاهر عنوان الباطن، وكما قال الشاعر: وكل إناء بما فيه ينضح. فإذا كان القلب صالحا فستكون الحركات والأعمال التي يأتي بها صاحب هذا القلب كقلبه الصالح، وإن كان قلبه طالحا فاسدا فسينتج من صاحب هذا القلب ما يليق بهذا القلب الفاسد، أي أعمال غير صالحة. ولذلك فلا يجوز لمسلم أولا أن يغتر بأن العبرة بصلاح القلب ثم هو لا يهتم بإصلاح العمل. وثانيا من كان معنا مع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن صلاح الظاهر مرتبط بصلاح الباطن، فلا يجوز له أن يتساهل بإصلاح هذا الظاهر. الفرق بين المثالين أن المثال الأول ناس من الشباب الذين ربوا ونشأوا تنشئة عصرية جاهلية، فلا يعلمون من الإسلام شيئا سوى العبرة بما في القلب. هذا ضلال مبين. لكن المثل الثاني بعض الناس ممن يهتمون بالأعمال الصالحة ولكنهم قد يتساهلون في كثير من هذه الأعمال الصالحة ويدعون نفس الدعوة. يا أخي ولا تؤاخذوني إذا ضربنا مثلا، إذا نصح بعضهم بإصلاح هيكله الظاهر، إذا نصح أحدهم ممن ابتلي بحلق اللحية مثلا فقيل له: يا أخي الرسول عليه السلام قال أعفوا اللحى، أعفوا اللحى، بعكس الشارع، حفوا الشارع وأعفوا اللحى، يبادرك بقوله: يا أخي العبرة مو باللحية. كم وكم من ناس رأيناه ملتهين، إما غشاش وإما حرامي سراق وإما إلى آخره. هذا خطأ. وكثير من الناس يقولون هذه القولة حتى في تركهم لركن من أركان الإسلام كالصلاة مثلا، كما ذكرت لكم آنفا بيقول لك الشيء مو بالصلاة، هي فلان بيصلي لكن شوفوا خايف مرابي كذا إلى آخره. نحن نقول لهذا: أنت اجمع بين ما أنت فيه من الابتعاد عن الغش والتعامل بالمحرمات وما شابه ذلك والصلاة، كن خيرا من ذاك. ذاك يصلي ولكنه لا يقوم بحق الصلاة، أنت لا تقوم في الصلاة لكنك تنتهي عن بعض المنكرات والفحشاء، فاجمع بين الخيرين تكون أهدى منه سبيلا وأقوم قيلا. إذا عرفنا هذه الحقيقة أن الظاهر مرتبط بالباطن، صلاح القلب ينبغي أن يكون معه صلاح البدن، لأن صلاح البدن يساعد القلب صلاحا ويزيده صلاحا.
الآن نأتيكم ببعض الأمثلة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطبيقا منه في هذه القاعدة العظيمة، أي عناية منه بإصلاح الظواهر لأنها تساعد في إصلاح البواطن.